وين خالي اليوم؟ مش موقف هنا مغلق تلفونه، معقول نايم للآن؟ يلا مش مشكلة، نتمشى اليوم للمدرسة يا رجل. جزاع الحمد لله. قرب قرب يا ابن اختي، اركب معاه تكاسي تعرف قيمة الكراسي دي عخالك. هذا خل صاحبي. مش خال صاحبك يا لا لا، خل صاحبي يعرفك انا. ما اعرفك. امانة خل صاحبي ما يعرفني. لا بالله. خل صاحبي داري عرفتك. هربنا من الاول لقى الثاني. انت خل صاحبي. يا اخي ما اعرفكش انا ولا اعرف صاحبك. لا والله انك خل صاحبي. انت مجنون ولا كيف؟ لا مانيش مجنون، وصلني. مش اوصلك يا اخي، ما وصلتش ابن اختي، ابن اختي راحتك. طيب ابن اختك رايح المدرسة، انا ماشي رايح المدرسة. وين رايح انت؟ انا رايح افتح العالم. وتفتح؟ العالم. افتح الباب وانزل. لا مش الباب، العالم. انا رايح افتح العالم. افتح العالم؟ ايوه يا اخي مو العالم هذا، عالم العسل. لا العالم. عالم الصيدلة. الله، شفت الكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية. ايوه ايوه هذا العالم انا رايح افتحه. تفتح الكرة الأرضية. العالم. يا اخي انت مجنون ولا بينك حاجة ولا هزة ولا هفة ولا هو؟ شوف السيد ادى لنا توجيهات نروح نفتح العالم. تمام، الله معكم، روحوا افتحوا العالم. طيب انت توصلني، انا الفاتح انا وانت توصل الفاتح. انت الفاتح؟ ايوه. ارى منك غامق باقوى قوة. يا اخي الله تزبج. انزل يا اخي. امانه وصلني، افتح لنا اغنية. مشغول. افتح اغنية افتح يا عالم ابوابك. انزل يا اخي، مشغول معي عمل، انا ما فاضي لك. شوف فنان انت فنان. شوف انا الان لو ما توصلني اروح افتح العالم، نكمل نفتح العالم ونرجع للقدس. اوعدك اول ما نفتح العالم اول واحد يدخل انت. يعني نفتح العالم معاك؟ ايوه. بالله اطبع لي نسخة، لو رجعتوا متأخر افتح نفسي. اول نفتح وبعدين انا اطبع لك نسخة. تمام، يلا انزل روح افتح العالم. وصلني يا اخي باش اوصلك، انزل يا اخي. طيب خلاص ما توصلنيش، هات 2000. 2000 لمو؟ 2000 مواصلات اروح افتح العالم ولا اروح رج؟ وتفتح العالم على حسابي؟ طيب لا انت شارك في هذا 2000 بس. انزل يا اخي، انا اعرف اشارك بالطاريه، ما اعرف اشارك في هذه الحاجات. انزل يا اخي صاحبي شوفها، هذه مهمة. الطق ماله؟ روح مع الطقم هذا يروح يفتح العالم. لا تخرجش علي. مكتوب عليه، شوف رايح يفتح العالم الان. مكتوب عليه؟ اما نصيح له. باقي معكم واحد. يلا من هناك يا ثور، من هناك يا ثور، قلع المراية. طق معانا يا اخي من هناك. ثور لا صيح لي قوة الا بالله. كنت وسيم وانت صغير. اجزع لحنتك مكانه، انزع. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. الكل حاضرين؟ حاضرين. وهذاينه احسن، خلونا نرتاح اليوم منه. عموما ما باقي الا نرحب بزملائنا خارج الفصل. حاضرين معنا؟ حاضرين من اسبانيا. امير تعال حضر نفسك. حاضرين من اسبانيا. حاضرين من مدينة تعز. حاضرون من نيويورك. حاضرين معكم من المملكة الأردنية الهاشمية. حاضرين من كندا. من مريس الضالع. حاضرين يا شباب. حاضرين. محمد روبا، هانا هادر، هانا فيليبين. حاضرين يا محمد الربع من نيويورك. حاضر يا ربع من صنعاء. من الدمام. حاضر يا رئيس الفصل. حضروا نفسكم يا شباب. حاضر يا رئيس الفصل. حاضر حاضر من مارب. حاضرين يا حمد الرب من طولت. حاضرين. معكم كنعان عالم من ولاية مشقل. حاضر من الرياض. حاضر معكم عز الدين البرعي من جولة الشهيد شعلان. نحن حاضرون من جبهة هيلان. حاضرين معك يا رئيس الفصل من الضالع قعطبة. حاضر يا رئيس الفصل من إب. حاضر يا رئيس
رئيس الفصل مدينة قبلي. حاضر من القاهرة. حاضرين من مديرية المخا. حاضرين يا شباب. حاضرين. الكل حاضرين. حاضر معك يا رئيس الفصل من تابع أمريكا. أولاد سعد عرض من كندا حاضرين يا شباب. حاضرين يا رئيس الفصل. حاضرين اليوم يا رئيس الفصل من ولاية تكساس. حاضرين يا محمد الربع من بعد الحلاقة. حاضرين يا رئيس الفصل. حاضرين معك يا رئيس الفصل. أنا حاضر. حاضرين يا رئيس الفصل. حاضرين يا طلاب. حاضرين. أمام المخيم الاعتصامي لجامعة الحكمة. حاضرين يا رئيس الفصل من أمام سفارة بلادنا في إسلام آباد باكستان، معتصمون من وسط معاناتنا ومعاناة كل طالب يمني مبتعث في الخارج. حاضرين يا شباب. حاضرين. وكمان البوكس منتظرنا يأخذنا إلى السجن. شكرا لكم جميعا وتضامننا الكبير مع إخواننا وزملائنا الطلاب المبتعثين في الخارج. ما زالت معاناتهم مستمرة وما زالوا يطرقوا أبواب السفارات، ولكن لا جديد. الجديد أنهم جابوا لهم سيارة الشرطة الآن، البوكس حق البوليس، من أجل يأخذهم السجن، مع أنه والله المفروض هذا البوكس والشرطة تجي تسحب من كانوا سببا في معاناتهم، الذي ما زالت آذانهم مسدودة ولا بيسمعوا صراخهم وأنينهم ومعاناة طلابنا المبتعثين، مع أنهم الأوائل أوائل الجمهورية. كل باريس ما نصرخ على برج إيفل والفتوحات في روما ولندن وبرلين يا بلاجيكنا والملتقى في بروكسل. يا الله ارضى علينا، يا الله رضاك، يا الله. ما هو الحظ معنا في هذا البرنامج، نتصابح بهذا الأشكال من أولها. فأنت تشتي تصرخ؟ ما نصرخ على برج إيفل. على برج إيفل ما فيش تغطية تحت، لازم تطلع فوق البرج. وإيش تفتح؟ روما ولندن وبرلين. لا تفتح هنا ولا كلهن، لا تفتح وتشربنا ودحرم الله هناك ودرجم. لازم يا تفتح وشربت شكلك عاطش، ما يفتح ولا كلهن، برلين وروما. يا الله خارجنا. عندما تجي تفتح لندن بالذات انت بتخضها، بعد ما فح عليك توسخ الشال هذا والثوب والله خليهم يصبوهن لك في كيس. الله ما يفتح ولا كلهن. الله والطمع والعطش اللي فوقه باقي شيء. وانت يا الأطلسي بلغ نيويورك وافصل كلها بايصال اسطولنا بين هاتين من أبوه الذي بايعترضنا ويكفل باب واشنطن العظمى. ايوه يا اطلسي بلغ نيويورك، لا قول لهم لا يغلقوا شباب واشنطن، احنا جايين بحقنا الاسطول. انتبه تنسى ما تبلغهم. مفتكر هذا الاطلسي انه هذا شيخ مدري ايش بيفتكر انه يا اطلسي بلغ نيويورك، انتبه تنسى. لا تركنش على الاطلسي تعذر لك، يرجع يقول لك انا كنت مشغول والله انا محيط ومعي اعمال ومعنا سمك وهذا الايام وكذا. ما لا ركن على نفسك. واطلسي يطلص عليك وانك حانب خارج واشنطن، تجيهم مغلق الباب حق واشنطن. رسل هذا اللي جنبك، هذا المتأتب، هذا اللي بيصلي تراويح، ولا الثاني هذا اللي لابس الطاسه هذا حق المرق كشكوشه مدري منو. لا تركنش على الاطلسين. قال لك اسطولنا جاي، بيضحكوا على الناس، اسطولنا بيوصل، انتبهوا توقفونا يا اطلسي بلغهم احنا ما نمزح. وفتح لندن وباريس وكذا، والله ما فتحت حد، ما فتحت لكفه هذا فتح لكفه ما عاد رضاش يغلق، هذا اللي فتحته. اما واشنطن وبرلين وهؤلاء ما افتتحوش. هكذا يضحكوا على الناس ويقولوا له احنا بنصرخ فوق البرج حق ايفل وبس احنا نبلغ بلاغ وما يفتحوا لنا واشنطن والدول هذا كلها. ولذلك لاحظوا أيها الأخوة، لو تركوا لنا المجال أولئك كل من قاتلوننا وكل من تصدوا لنا، لو فتحوا لنا الطريق حتى نستطيع الوصول إلى أمريكا لما قتلوا. أيوة لما قتلوا، ولا هذا احنا قتلناهم عشان هم وسط الطريق حق أمريكا. المفروض يبتعدوا شوية من الطريق حق أمريكا. حتى بيتك ليش بيفجروا؟ لأنك جيت تعمر وسط الطريق المؤدي إلى أمريكا تماما، ولهذا مفجروا. المفروض تعمر بعيد، وحتى لو عمرت بعيد بيجوا يفجروا، لأنه افترض في لفة لأمريكا من جنب بيتك بيفجروا. أيضا راتبك ليش أكلوا؟ كان وسط الطريق معرقل والناس يتزاحموا، لا الطريق ضيق إلى أمريكا والراتب حاصرهم أكلوا عشان تفتتح الطريق، وعيالك لازم تجيبهم.
يقاتلوا معاهم، لانه بيكونوا مطباتهم، اذا ما جوش يقاتلوا مطبات في الطريق الى امريكا، ولازم تدفع مجهود حربي وفلوس، ولا فانت جالس وسط الطريق لازم يقتلوك ويتخلصوا منه، لانه طريق امريكا لازم اليمنيين كلهم في الطريق حق امريكا، ولازم يصفوا اليمنيين كلهم عشان تبقى الطريق سالكه، لانهم قد بلغوا الاطلسي يبلغ نيويورك عشان يلحقوا قبل ما يغلقوا باب واشنطن. اليمني يؤسس لنظام عالمي جديد ستغادر فيه دول الاستكبار موقعها في قيادة هذا العالم. ايوه اليمني هذا اللي مشغول ما بيرقدش بيسهر لاخر الليل وبيضع الاسس للنظام العالمي الجديد، بيأسس عالم جديد وبيضع اللمسات الاخيره للدول تنفع لقياده العالم، على مزاجها. اليمني جالس يحط هذا ينفع دول الاستكبار على جنب وكذا، جالسين يضحكوا على الناس ويصوروا تعالوا قاتلوا على انتم بتجوا بس الان لا نأسس العالم الجديد، تعالوا قاتلوا معنا وما حاسبكم اجور التأسيس، محسوبه لكم اجور تأسيس العالم الجديد والمكافآت بتستلموها، لانه العالم هذا الاول ما يعجبنا، والان اليمني هو اللي بيضع. جالسين يضحكوا على الناس بهذا الشعارات. بالله عليك هذا الانسان الان الجائع هذا بيأسس النظام عالمي، هذا قد ملصص من الجوع، ملصص. هذا النازحين الآن الآن هؤلاء هم اللي بيحطوا قيادة العالم اللي داخل الخيام، وهم اللي بيعينوا من اللي سيقود العالم في المرحلة القادمة من داخل الخيمة. الطلاب هؤلاء المبتعثين خارج اليمن اللي ما عاد لقوش يعني قوت يومهم ومصروفهم وإيجار بيوتهم، هؤلاء بيأسسوا، ما عاد بيقدرش يأسس مستقبله، دمرتوا مستقبله بحقكم الحروب. هذا جالسين يضحكوا على الناس. والله خلاص احنا الان بنأسس العالم الجديد وجالسين بالمترو والمطرقه نأسس وخلاص ونضع المقاسات للعالم الجديد على مزاجنا. والله بالنسبه للتأسيس ما بتأسسوا الا انتم في الشركات وبتأسسوا العماير والفلل، هذا اللي عاد فيه تأسيس. اما المواطن اليمني قد احنا 20 مليون تحت خط الفقر منتظر للمساعدة بسبب حروبكم. أما التأسيس والشركات في الخارج والداخل والفلوس والملايين والعماير ما عاد بدبنوا ولا وأنتم اللي بتأسسوا هذا الأشياء. أما المواطن البسيط ما عاد لقاش قوت يومه. واستطعنا أن نحقق منجزات كبيرة جدا صدمت العالم. صحيح صدموا العالم، خلاص صدموا. عاد الأول بيأسس العالم، هذا جاء صدمه وعادوا بيأسس، يمكن خرجوا عادوا بتأسس قطع الشارع العالم، وهذا جاء صدمه مباشرة أثناء التأسيس. المفروض ما يخرج لو ما يبس، خرجوا عادوا ما قد نشف. العالم هذا في ايديهم لعبة واحد يأسس واحد يسطم واحد يسمكر، لعبوا بكورة. يا الله شوف شم شوية ويأسس عالم، يبزق ويرجع يريوس ويسطم العالم هذا. لعبوا بأبوه وجالسين يضحكوا على الناس. تعالوا يا أخي تعال نسطم العالم، وهذا تعال نأسس العالم، واحد تعال نبلد العالم وكذا. ما فيش مع العالم هذا لعبة في أيديهم. أبناء قبيلة الحداء أنتم من سيغير العالم. الله يا والد، ولا مكانك جالس تلاحق الناس ولا سكت، ولا جالس تلاحق أبناء الناس تروح لهم لا بيوتهم ولا وقف. هذا الفترة من قرية لقرية حمل أبناء ذمر فوق الطقوم. يا الله ما هو اللي يسلط عليكم يا أصحاب ذمر هذا من أنا حاسس إنها دعوة أصحاب يريم. أصحاب يريم دعوا عليكم مبلغ تسامحوا منهم، ما شيء بيسلط الله عليكم هذا ولا بيوقف. أيوة هذا المرة وين رحت؟ أبناء قبيلة الحداء أنتم من سيغير العالم. أيوة أنتم يا أصحاب الحداء بتغيروا العالم. يعني الأول قال بيأسس العالم ويسطموا العالم، أما أصحاب الحداء قال بيغيروا جديد. إيش أحسن من الجديد؟ يعني زيرو، تأخذوا بضمانة العالم هذا أحسن لك من المستخدم. أصحاب الحداء ما يعجبهم المستخدم، اشتروا عالم جديد. يضحك عليهم هكذا. جيبوا عيالكم يا أصحاب الحداء يلا بانتي لكم عالم قردس، هاتوا يكمل ويقفز لا آنس. يا أصحاب آنس تخيلوا مشوا أصحاب الحداء الذي بيغيروا العالم. أنتم اكتشفت الآن في الطريق وأنا جاي، يلا هاتوا عيالكم يكمل ويروح لعنس. يا أصحاب عنس أنتم ما بتغيروا العالم، أنتم بتغيروا المجرة كامل. درب التبانة عليكم يا أصحاب عنس، هاتوا عيالكم يلا. وهكذا يجلس يلقط عيالهم فوق الطقوم، وهو بس يجلس صنق يلوي عندهم ويستقبل الصناديق ويستقبل الصور وكذا ويكبر ويدفن. هذا شغله. يلا تروح أنت غير العالم، أنت لبس جديد ماشي. هو بس اللي يستقبل عيال الناس ويوردهم وياخذ يمكن بيحاسبوه بالرأس. وعاد به يجي من هؤلاء حق المرتزقة
يثبطوا أبناء محافظة دمار وأبناء قبيلة الحداء ويقولوا لا ترسلوا عيالكم للجبهات، ما بيرجعون لا قتلى. لا، من هو اللي بيقول هكذا؟ من هو؟ يرجعوا قتلى؟ لا تصدقوا، هذا إشاعات مغرضة. قال لك يرجعوا قتلى، يروحوا الجبهات ويرجعوا قتلى. خبر فاضي يعني. يرجعوا، المفروض يرجعوا كلهم علماء فضاء، دكاترة، أطباء، مخترعين، مبتكرين، كل هذا الأشياء. قال لك يرجعوا قتلى، حتى لو شفتوهم في صندوق. لا، علم الفضاء لازم يرجع في صندوق عشان يوصل جديد ما يكتسرش، لازم يحطوه في صندوق. لك يرجعوا، لا تصدقوش، هذا كلها إشاعات مغرضة، مرجفين هؤلاء. واحد يروح يعتدي على الناس في بلادهم وفي أرضهم وفي مدينتهم بسلاحه وكذا، ويروح يقتلهم. يقتلوه ليش يقتلوه؟ رايح يقتلهم. لا ما بيرجعوا هو بخير يرجعوا هو لاعب تايكوندو. يعني حتى هذا القوافل هذا والصناديق بالمئات، هذا ما شو قتل، هذا حفل تخرج من الدنيا، ما تصدقوش. طيب باقي حاجة غير تغيير العالم وهيكلة العالم وتشحيم العالم وتغيير زيت العالم وتلحيمه؟ باقي حاجة أهداف لكم؟ مسيرة الحوثيين، أو تكلم عن الملازم تحديدا، عن ملازم السيد حسين بن بدر الحوثي. هذه أصبحت يعني خلال العام القادم تكون مثلا هذه الملازم توزع في الحج ويأخذها الحجيج معهم. سمعتوا؟ من العام القادم بيوزعوا ملازم السيد حقهم على الحجاج، عاملين حسابهم انه خلاص بيوزعوا الملازم حقهم، عشان هكذا عاد معاكم فرصة. اي واحد ناوي يحج هذا السنة يلا يستغل الفرصة، يروح له زمزم ويروح له مسابح وكوافي. اما من العام القادم خلاص ما عاد بيوزعوا الا مبازق السيد، ملازم السيد حقهم وخلاص. يعني احتمال بير زمزم بيدفنوها وتبقى بير ملازم فقط، عبي 4-5 ملازم في دبة وهدية للأهل، أما غيرها ما فيش. 5 سنوات هم بيقاتلوا ويحشدوا أبناء الناس بحجة إيش؟ إنهم بيحجوا بالبنادق. أننا سنحج وسنطوف بالبيت الحرام بأسلحتنا الشخصية وجعبنا وبنادقنا. ايه بهذا الكلام ضحكوا على الناس. روحوا قاتلوا، بنحج بالبنادق وبنطوف حول بيت الله الحرام بالجعب والأوالي. يلا روحوا توكلوا، اطلعوا فوق الطقوم، بنحج بالبنادق. وهو راح حول البيت الحرام الثاني، البيت الحرام اللي هو ساكن فيه. بيت حرام نهبه على واحد وساكن فيه، هذا هو البيت الحرام. حتى البدلة اللي فوق هذا اللي بيتصور بها نهبها من دولاب وكذا وطلع يهنجم بها. وانتم خلاص روحوا البيت الحرام، واحنا الحرم حقنا ثاني الحرم. جماعة الحوثي تستخدم في حروبها اسلوب وتكتيك معين يستخدمه لاعبين القمار او المقامرين. الفرق ان لاعبين القمار يقامروا بالاموال، وهذه الجماعة تقامر بالارواح. فكرة قامت على الدم منذ اللحظة الاولى، ويعتقد مثل لاعب القمار يعتقد انه كلما دفع بالكثير من مقاتليه، كلما سفكت مزيد من الدماء يعتقد انه اقترب من النصر. ولاعب القمار هكذا يعني يدفع اكثر يظن انه اقترب من الربح. هذا هو الاسلوب اللي يتخذوه اسلوب المقامرين. الفرق ان المقامر يقامر بفلوسه وحريص عليها، هؤلاء يقامروا بارواح الناس مش حريصين عليها. يروح 1000 2000 10,000 100,000 ما تفرقش معهم، ولا يهمهم العدد ولا الرقم. وبالنسبة لهم هؤلاء فقط وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات اللي في رأسهم، ولهذا لا يهمهم كم ماتوا كم عاشوا كم جرحوا كم أنجثتهم، هل بخيرين هل جرحى، كيف أسر هؤلاء القتلى، هل آكلين شاربين، أبنائهم كيف وضعهم، بيدرسوا ما يدرسوا، كيف حالتهم، ما تفرقش معهم. اللي يفرق هو الهدف والغاية اللي يريدوا يحققوها. أما بالنسبة لهم في حياة هؤلاء مجرد أرقام. بالإضافة إلى أن موروثهم وعقيدتهم مبنية على الدم وسفك الدم، لأنهم يفتكروا أن المهدي هذا المنتظر مدري إيش اللي ما يخرج من السرداب إلا في حالة أن قد سفكت الدماء وملأت الأرض كلها سفك للدماء. ولهذا كل ما سفكت الدماء يفتكروا أنه بيعجلوا بخروج هذا المهدي اللي في الدشمة حقهم. ولهذا يرسلوا أبناء الناس يقولون روحوا قاتلوا، الأمر سهل والحرب سهل جدا. قالوا ننقل لكم جبهة يعني تسريع الانتصارات فيها. تم حاسك يعني في هذه الليلة 94 نفر، مجموعة أبو شامخ 14 والبحرية 80، ولا رجع مخلوق. 94 واحد في ليلة كذا راحوا. قالوا لهم روحوا قاتلوا فين في أي جبهة؟
سريع الانتصارات فيها. جبهة سريعة الانتصارات فيها، كأنه بيقول لك سريع النت فيها، روح انتر مش روح قاتل. سريع الانتصارات فيها، راحوا 94 في ليلة هكذا في جبهة واحدة في مكان محدد. يستغلوا إما جهل هؤلاء أو يستغلوا حاجة الناس. وعدونا بمعاشات 20 في كل شهر وترقيم. وصلنا لعند المشرف الأول وما كان شيء لنا ولا شيء. 20,000 قالوا بيجيبوا لهم، مع انه شكله طفل يعني، هذا اسير حوثي قالوا بنجيب لك 20,000 يعني قرابة يعني $20 أو $30 في الشهر، ومع ذلك ما جابوهاش لهم. استغلوا حاجة الناس وفقر الناس، افقروهم من اجل يستفيدوا منهم وقود للمعارك. نصبوني توني لهني، انا اشكى على جهالي. واحنا صرنا ماشي، انا صرت على نيتي، صرت لاجل معاشي واجل نيتي، لاننا على نيتي انا انسان مسكين، اهلي مساكين، ما شنا حق هذا الحاجه، ولنا حقت، ولنا حق مع الحوثي، ولنا ليش الا ضحكوا علي وقالوا جي انتي معاشاتكم، وجي واحنا انتي معاشاتكم، وصرنا على عالج مرتي لاجل عالج زوجتي، بس لاننا انسان فقير. هكذا أفقروا الناس واستغلوا فقرهم وحاجتهم. ولهذا سياسة تجويع الناس وإفقارهم وقطع الرواتب هذا سياسة متعمدة، مع أنهم قادرين يصرفوا الرواتب الملايين اللي يجنوها من الضرائب والجمارك المضاعفة والزكوات وغيرها، قادرين يمكن ب10% يصرفوا رواتب الناس. ولكن إذا قد الموظف بيستلم راتبه والمدرس وكذا، منين بيحصلوا لهم مقاتلين؟ ولهذا جوعوا الناس ورفعوا الأسعار لكي يحصلوا على مقاتلين يودوهم الجبهات. هؤلاء جزء اللي استغلوا حاجتهم، وفي جزء آخر أيضا ما أدري إيش بيشربوهم أو يأكلوهم، تحسهم مش طبيعيين. إيش كنت تشتي تعمل هنا بين الحوثيين هنا والمقاومة؟ ايش تصلح بينهم؟ تصلح بين من؟ بينهم. بين من؟ بين الحوثيين والناس كلهم المسلمين. قال لك جاي يصلح بينهم، عاقل حاره هذا، ما هو جاي قاتل مع الحوثيين ومسكوه قال جيت أصلح بين المسلمين والحوثيين، ما أدري إيش بيجيبوا لهم وإيش بيشربوهم. هذا صنف أيضا، وصنف آخر الذي هم خرجوهم من السجون، في ناس كان عليهم أحكام ومساجين ولصوص وقتلة ومجرمين وصعاليك وكذا، خرجوهم، وناس أحيانا أصحاب قضايا عادية، يلا ما شاف نفسه إلا فوق الطقم راح يقاتل في الجبهة. أنت من قدام 3 أشهر داخل سجن مدينة ريده، أنا وغريمي مشاقين على أرض وما أرض، خلونا ما قدرنا داخل مسجن بجولي. يا خبي خاف الله عذر بجهالي عذر بعيالي أضيع البيت، قال أبدا حيله ما بلطلع ولا أطلع. يعني فكرت تنا بسلح تنا قال ولا حاجة تصير هكذا راجم رج، قلت خبير نحن عن راجم فلسطين ما حاجة. وهذا معه مشكلة، هو جارع على أرض دخلوا السجن في مشكلة بسيطة، شاف نفسه في معركة قدوا أسير، قد أسروا حتى ما عاد شافش لا أسرته ولا أهله ولا جابوا له حتى السلاح. قال لهم اشتي سلاح يا جماعة، هذا بدراجم رجما تراجمهم بالحجار، جاي يرمي الجمرات. هذا حالهم. هذا منو اللي بيراسل؟ مش وقت الرسائل. صحيح هذا صحيح. هذا الثور حقنا، ايش ودته له هنا؟ الله كيف العالم، الحمد لله فتحنا العالم، يوم احلى العالم ومفتوح ما شاء الله. العالم هذا يشبه بلادنا. الله شو وداك هنا وش وداك؟ اهلا كفو شو الثاني، انا الفاتح فتحنا العالم، احنا اللي فتحنا العالم، وشوف العالم كيف هو مفتوح، بس يشبه بلادنا صح؟ الحين افتح يدي. انت اسير الاحزان. يا عبد الملك، وش وداك هنا وش وداك؟ يا اخي كفو شو الثاني، احنا جينا نفتح العالم. اين ذا الحين؟ انا في برلين. لا. باب واشنطن. روما. لا. الحلف الأطلسي. أنت في مأرب. في مأرب؟ لا والله في مأرب. من ضحك عليك؟ كيف نضحك علي يا أخي؟ ما يضحكوش علينا، هذه توجيهات، ما يضحكوش علينا في التوجيهات، احنا صرنا نفتح العالم، كيف يضحكوا علينا؟ مسكتوني أنا بين افتح العالم، ليش ما تخلوني أكمل أفتح العالم؟ والله ما أنت بصاحي. يا أخي ما له هذا. والله ما أنت بصاحي، وش شربوكم؟ يا أخي والله ما شربونا حاجة، ما شربونا إلا شم ما يتعطش.
والله شكلها الشمة هذه. يا أخي ما الحين كيف فك يدي. يا أخي أنت أسير بتفهم، أسير. طلعوا هذا، خذوه السجن. ليش يا أخي السجن؟ أنا فتحت العالم، هذا الجزاء اللي يفتحوا العالم. يا أخي يا ملعان أنا غرغروا بي، أنا مغرغر بي، والله إني غرغروا بي لو ما غرغرت لا أنا. معروفة النغمة هذه، معروفة، كلهم يقولوا هكذا غرغروا. قلدك الله، أنت عربي صدق. يمني. كتكلم عربي. وما تكلم الصباح. الله ما أحلى اللغة العربية، أنا فاقد لها. يا أخي هذا ما هي لغته. خذوا هذا ما ينفع، ما ينفع مع هذا. يا أخي أنا قلت لك أنا مغرغر. طيب ايش نصيحتك؟ ايش تقول للمغرغرين امثالك؟ يا اخي انا انصحهم ولا اللي بيغرغرون يقولوا ما يفتحوا العالم. انا اشتي يفتح له تونه، يفتح له بقال، يفتح له بوفيه، ولا قدوا يعني ناوي يفتح العالم لا يجيش من هنا. انا يفتحوا لك قبر. يلا خذوا يلا يدي. الله اكبر علي، ما وصل هذا وما وده يروح يقاتل مشمن. الحين حج كيف نعمل به؟ وانا اقول وينه اليوم، وينه انه معه فتوحات. يا جماعه هذا صاحبنا، خرجوا، ما ادري ايش وته عندكم، ما ينفعش حتى اسير والله. خرجوا بيشغلكم على الفاضي، ضره اكثر من نفعه. انا اعرفه، هذا بيكسر لكم الشبابيك والطياب والقلاصات. خرجوا الا اذا قصدكم تبادلوا في صفقه اسرى وتخرجوا مقابل. لا تحلموش هذا. إذا قصدكم تخرجوا مقابل كم شخص وكم نفر، صدقوني ما ندفع في نفر فول. خرجوا ولا خلدوا لكم. رجع ناشد الناس يخرجوا. كبر عليه. ولهذا نصيحة لكل الأسر والأهالي اللي ممكن عيالهم يروحوا يقاتلوا مع هذا الجماعة. أنصحكم بدل ما ترجع تلاحق ابنك ودو أسير ولا جثة في أي وادي ولا أي شعب ولا جريح وتوجع قلبك ملاحقة وبحث عنه، المفروض تسأل وتبحث عنه وعادوا عندك وعادوا في مدينتك، واسأل قبل ما يشلوا هذا الجماعة ويحملوه فوق الطقم. خليه يجلس عندك وفي البيت بدل ما ترجع توجع قلبك. ما نشان تحك ملاحقة. ايش تعمل بابنك إذا صار جريح ولا معوق ولا صار جثة؟ نصيحة، انتبهوا لأولادكم وعيالكم وعادهم عندكم. نصيحتي إلى أخواني اليمنيين إنهم لا يروحوا مع الحوثة. أقسم بالله إني معركة باطل وإني نادم ندم. خليها الله. عبد الملك ذي الملعون ابن الملعون اللي وحدنا وتانا له. يعني انت مغرر بك، ما هو برضاك. ما هو برضاي، هذا ابن ملعون، هذا ملعون والدين، على والدهم لعنة الله كلهم. حتى عبد الملك بدر الدين عليه لعنة الله. عبد الملك هذا مجاهد معه. طبعا كثير من هؤلاء، بس اتينا لكم نموذج، ولا بالمئات للأسرى وهم بيشتموا ويسبوا، ولا هم مقتنعين انهم بيقاتلوا اسرائيل ولا امريكا. ولكن هذه الجماعة فرضت عليهم الحرب زي ما فرضتها على اليمنيين جميعا، مع ان احنا في غنى عن الحرب والمشاكل وسفك الدماء، ولكن أبت إلا أنها تجامر بأرواح الناس ودمائهم، ودخلتهم في لعبة لا يستفيد منها إلا قياداتهم فقط. ولهذا بقى حد ممكن يوجه رسالة لقيادة الجماعة. الرسالة دي إلى القيادة: الله يلعنكم، الله يسيبك يا عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا يهودي يا دجال. هذا وبالله التوفيق. نذهب إلى برانيو. نشرة الأخبار. أهلا بكم يا مرحبا على برع نيوز، نواكب الأحداث ونفكك الرموز. في خبر ظريف أتانا من دحين، تجمع الدول اسموها المانحين، سمعنا عن أرقام تخص الكادحين، خذوها باختصار خلونا واضحين. البقبقة لنا والبيض لغيرنا، الشحت باسمنا والشرشحة لنا، قد سمعوا بنا والفايدة لغيرنا. أكبر من أحيا ناس خلونا بحالنا. بلد بلا سيادة والفقر في زيادة، بلد أصبح يفتت يتعرض للإبادة، والشعب في معاناة أوجاعه في زيادة، وعشاق البيادة كما هي العادة ما همهم إلا وضع الولد حمادة. ارفعوا العقوبة تحطوا له وسادة، دادة لا تزعلوا حمادة. وفي خبر مرفوض قد صرح الفانوس الملقب
مراقب عيدروس مارب خلاص يا نوس موضعها ميؤوس منتظر للحوثي يشرب معه كؤوس ومستعد يطبع مع اليهود مع المجوس مع البسوس مع اللصوص مع العاري مع المخلوص أهم شيء فلوس. نعود للقضاء وأخبار المحاكم أين وصلت قضية الأخبر المسالم ميعوا القضية وأجلوا المظالم وكل يوم يقولوا بكرة بعده يا سالم عبد الله المظلوم قضيتنا جميعا ليعاقب كل ظالم وفي الأخير دمتم ودام الوطن بخير ختاما، الحروب آفة الشعوب، واحتراب أبناء الوطن الواحد خسارة على الجميع. والله إننا نتألم على كل قطرة دم تسفك، ولا تفرحنا طوابير القتلى ولا قوافل الجنائز. وحدهم فقط أصحاب المشاريع الضيقة السلالية والمناطقية والعائلية من يحولون أبناء البلد الواحد إلى جماعات متناحرة وتبني مشروعها على أشلاء البسطاء. أبناء الوطن هم تروس فولاذية إذا وضعت في أماكنها الصحيحة يصنع منها ماكينة ومولد طاقة جبارة نافعة، وممكن أن تتحرك هذه التروس ولكن في غير أماكنها، فتتآكل فيما بينها حتى تنتهي وتتلاشى. مهما كثرت مشاريع الموت ستنتهي يوما ولن يبقى إلا مشروع الحياة. ألقاكم على خير.